السلام عليكم. مين فينا ما اتفرجش او على الاقل ما سمعش عن انمي اتاك اون تايتن، واللي يعتبر واحد من اعظم الانميات في التاريخ، ودايما هتلاقيه ضمن التوب 5 عند اي حد بيحب الانمي. وفي فيديو النهارده هنحلل شخصيه واحد من اهم شخصيات انمي اتاك اون تايتن، المظلومه والمكروهه بشكل كبير جدا من الفان بيز، وهي طبعا شخصيه زيك ييجر، الاخ الغير شقيق لعراب الحريه ايرين ييجر. عشان نفهم شخصية زيك لازم في الأول نفهم شخصية أبو وأم زيك. والد ووالدة زيك نشأوا وتربوا على كره مارلي بسبب الحقد والغل والعنصرية اللي تعرضوا ليها من وهم أطفال، والظلم الكتير جدا اللي شافوه خلال حياتهم، وخصوصا شخصية جريشا أبو زيك، واللي أخته الصغيرة اتقتلت بشكل بشع على إيد أحد ضباط جيش مارلي اللي أكلها للكلاب بتاعته. أنت متخيل هم واصلين لفين؟ إنهم يأكلوا طفلة صغيرة لشوية كلاب مسعورة، وكل ده بس عشان هي وجريشا يا دوب خرجوا من المعسكر يشوفوا المنطاد وهو طاير بس. وده كان من أكبر الدوافع اللي أدت إن جريشا خلاص هو بيكره مارلي بشكل اعمى، وانه بقى شايف ان مارلي هم الشياطين الحقيقيين مش العرق الإلدي، لان الجحود وصلهم انهم ياكلوا طفله صغيره لمجموعه من الكلاب المسعوره. الحقد والكره والظلم اللي شافه جريشا فضل عايش معاه لحد ما كبر واصبح طبيب، وانضم في الخفاء لحركه تحرير إلديا المعاديه لجيش مارلي، واللي هناك التقى بزوجته الاولى وام زيك دينا، واللي كانت اصولها من العيله الملكيه. وده مفتاح مهم جدا في الاحداث، وهيؤدي لحاجات مهمة جدا في حياة ومستقبل زيك. زيك من يوم ما اتولد هو محطوط عليه آمال كبيرة جدا من حركة المقاومة ومن أبوه جريشا تحديدا، واللي كان عايزه يصبح محارب في جيش مارلي عشان يرث قوة أحد العمالقة التسعة، ويبقى جاسوس جوه جيش مارلي يعرفهم إيه اللي بيحصل في الداخل عشان يقدروا إن هم يوقعوا الجيش ده من الداخل. جريشا دايما كان بيعامل زيك معاملة أكبر من سنه، هو كان بيعامله إن هو شخص بالغ وكبير وعارف كل حاجة، وده سلب من زيك طفولته بشكل كبير جدا. العلاقة بين زيك وأبوه وأمه ما كانتش علاقة طفل بوالديه، هي كانت علاقة جندي بسلاح. ابو وام زيك كانوا دايما بيستخدموه، هم حرفيا كانوا شايفينه ان هو الاداة اللي هتحرر الإلديين من الاضطهاد اللي بيتعرضوا ليه من مارلي. فمحدش كان مهتم بايه اللي زيك بيحبه وايه اللي زيك عايزه، هم اهم حاجة بالنسبة لهم ان زيك ينفذ الخطة اللي متدبر لها. وبدأ جريشا يبني عند زيك اسوار منيعة داخل عقله، من خلال ان هو كان بيحكي له عن تاريخ الامبراطورية الإلدية والتاريخ الحقيقي الغير مكذوب اللي مارلي بتحاول تصدره للإلديين، ويحكي له بقى عن أمجاد الإمبراطورية الإلدية، وإن مارلي هي العدو الحقيقي، وعلشان تنتصر على العدو الحقيقي لازم تدمره من الداخل. فكان لما ييجر جد زيك بيقعد معاه عشان يحكي له عن تاريخ المكذوب للإمبراطورية الإلدية، كان زيك بيقنعه إن هو معاه، وإن أبوه جريشا بيعلمه التاريخ الصحيح، اللي هو طبعا ان الإلديين هم نسل الشيطان وان هم السبب في دمار العالم. ومع بلوغ زيك سن ال10 او ال11 سنة بدأ ان هو ينضم للتدريبات العسكرية بتاعة محاربين مارلي عشان يرث احد العمالقة التسعة. والتدريبات دي كانت صعبة جدا ومرهقة وفوق طاقة زيك بكتير، ولكن جريشا كان بيجبره ان هو يستمر ويقاوم بدون توقف، ويقول له ان هو الامل الوحيد لعودة الامبراطورية الإلدية لامجادها مرة تانية، وان هو المفتاح لايقاف الاضطهاد اللي بيتعرض ليه العرق الإلدي. ومع الوقت زيك كان بيظهر تراجع بشكل ملحوظ عن باقي زمايله، وده كان هيؤدي لاستبعاد زيك من بين المحاربين اللي هيرثوا قوة العمالقة. وهنا بقى وصل ضغط جريشا لأقصى حدوده، وفقد الأمل في زيك تماما، وده خلى زيك يحس إنه عالة وبلا قيمة، في حين إن كان كل اللي زيك نفسه فيه إن أبوه يعامله معاملة طفل عادي، وإنه يلعب معاه ويهتم بيه ويوريه بعض الحب والحنان. زيك كان بيتعلق بأي فرصة من أبوه إن هو يديله شوية حنان، ووسط الظلام الدامس ده بيجي بصيص نور يدي لزيك بعض من الأمل. وبصيص النور ده كان دكتور توم كسافر أو كسافر سان، حامل العملاق الوحش، واللي اتعرف على زيك وبدأ يلعب معاه بيسبول. ودي كانت الحاجة الوحيدة اللي بتعوض زيك عن الحنان اللي مش لاقيه مع أبوه. وعلاقة كسافر سان مع زيك كانت علاقة تكاملية، زيك لقى حنان الأب عند كسافر سان، وكسافر سان لقى في زيك ابنه الميت. وبقى لعب البيسبول مع كسافر سان هي الحاجة الوحيدة اللي بتهون على زيك مرارة الأيام.
بما ان زيك بقى بيعتبر كسافرسان هو ابوه التاني، زيك قرر انه يفضفض معاه وعرفه ان ابوه وامه من ضمن حركة تحرير إلديا، وانه خلاص فقد الامل انه يكون احد المحاربين او انه يرث احد قوى العمالقة التسعة. وخصوصا بعد سماعه المجموعة من ضباط جيش مارلي وهما بيتكلموا عن حركة تحرير إلديا، وان هم عرفوا عن الحركة دي وعن كتير جدا من الاعضاء اللي فيها. خوف كسافرسان على زيك اللي بقى خلاص بيعتبره ان هو ابنه خلاه يديله فكرة: افضح ابوك وامك واللي معاهم من اعضاء حركة المقاومة عشان قادة جيش مارلي يثقوا فيك، وانا همدحك واساعد في تحسين صورتك امام جيش مارلي، وهرشحك انك تكون الحامل الجديد للعملاق الوحش. وفعلا زيك فضح ابوه وامه وخان السر اللي كان المفروض ما يطلعش بره، واللي كان محافظ عليه من يوم ما اتولد، وكان المفروض يفضل محافظ عليه لحد ما يموت. وتم تحويل اعضاء حركة تحرير إلديا لعمالقة وارسالهم لجزيرة بارادايس. في فترة مراهقة زيك وقبل وراثته للعملاق الوحش بشوية، كسافرسان اكتشف الحاجة اللي ممكن تنهي تاريخ 2000 سنة من الاضطهاد والكره والعنصرية اللي كان بيتعرض لها العرق الإلدي، وهي إن قدرة العملاق المؤسس مش بتقتصر بس على محو أو تغيير ذكريات العرق الإلدي، لا ده كمان قادر إن هو يعدل على الدي إن إيه بتاع رعايا يومر كلهم ويخليه مقاوم مثلا لبعض الأمراض المعينة، أو يقوي مناعتهم بشكل عام، أو حتى إنه يخلي بنيتهم الجسدية تكون أقوى. وده ادى فكرة لزيك ان ليه العملاق المؤسس ما يستخدمش قوته ويمنع العرق الإلدي من التكاثر. ومع الوقت هيندثر العرق الإلدي بعد 100 سنة بحد اقصى، ومش هيكون فيه اضطهاد ولا معاناة تاني للعرق الإلدي، لانه ببساطة مش هيكون موجود. وده وسع جدا من مدارك كسافرسان اللي شجع زيك على الخطة دي، خصوصا ان زيك حامل للدم الملكي. وهنا بقى اتكون الهدف اللي هيعيش زيك بقية حياته يحاول انه يحققه، وهيشيل على عاتقه الحل لتحرير الإلديين من معاناتهم. وورث زيك العملاق الوحش، ولكن قبل وراثته للعملاق الوحش وعد كسافرسان انه هينفذ خطة استعادة المؤسس، وهيديه يأتمنه لشخص يثق فيه عشان ينفذوا خطة القتل الرحيم. وبعد وراثة زيك للعملاق الوحش أظهر تفوق غير طبيعي عن باقي الحملة السابقين للعملاق الوحش، وظهر للعملاق الوحش قدرات جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، وده طبعا بسبب الدم الملكي اللي بيجري في عروق زيك. وده عزز من مكانة زيك بشكل كبير جدا، وخلاه بقى من أهم الموارد بتاعة جيش مارلي. بعد سنين من وراثة زيك للعملاق الوحش والهجوم اللي حصل على الشيجانشينا، التقى زيك براينر وبيرتولد واللي حكوله عن اللي حصل داخل أسوار جزيرة بارادايس. واكتشف زيك إن أبوه ما ماتش لما تحول لعملاق، وإنه وصل للجزيرة بأمان واتجوز وخلف كمان، وإنه ليه أخ من الأب اسمه إيرين، وإن إيرين كمان هو حامل العملاق المؤسس. وده سهل جدا من مهمة زيك وخلى حلمه يبقى أقرب وأقرب للحقيقة. والخطة كانت إن زيك يقابل إيرين ويقعد معاه ويحكي له عن خطة القتل الرحيم، ويتعاونوا مع بعض لإلغاء عهد نبذ الحرب، ويستخدموا قوة العملاق المؤسس لسلب الإلديين قدرتهم على التكاثر. ومع أول لقاء بين إيرين وزيك، إيرين ما كانش فاهم أي حاجة، ما كانش عارف حتى مين زيك، ولكن زيك وعد إيرين إن هو هيرجع له تاني وإن هو هينقذه. بعد سنة من حدوث اللقاء الأول بين إيرين وزيك، مارلي بتبعت بعض السفن لاستكشاف جزيرة بارادايس، واللي بيتم تدميرهم أول ما بيوصلوا، وبيتم احتجاز الناس اللي عليهم. وعلى أحد السفن دي كانت موجودة ييلينا اللي بتحمل مشيئة زيك وتكاد تكون بتقدسه. ومن خلال ييلينا زيك بيبدأ يعرف إيرين بخطته، وإيرين بيظهر تأييد في الخفاء لخطة زيك، عشان بعد كده إيرين يروح مارلي وتحديدا معسكر ليبيريو وينفذ ضربة قوية جدا لجيش مارلي، ويقتل عدد كبير جدا من قادة جيش مارلي. زيك كان عنده شكوك ان ايرين ممكن ما يسيروش في خطته، لانه في الاول وفي الاخر ابن جريشة نفس الراجل اللي رباه، وكان فاكر ان جريشة كان بيعامل ايرين بنفس الطريقة اللي كان بيعامل بيها زيك، وانه رباهم هما الاتنين بنفس الطريقة، وان ايرين مجرد ضحية تانية لابوه. وبعد معركة طويلة جدا في شيجانشينا، المكان اللي بدأ منه كل حاجة، بيحصل الشيء اللي طال انتظاره، وزيك وايرين بيتلامسوا وبيفعلوا قوة العملاق المؤسس. ولكن المفاجأة بقى
بقى ان ايرين كان كل ده بيضحك على زيك ومفهمه ان هو ماشي معاه في الخطة وهينفذوا خطة القتل الرحيم، ولكن ايرين طلع انه كان بيستعمل زيك برضو علشان يقدر ان هو يفعل قوة العملاق المؤسس. والمفاجأة التانية إن زيك ألغى عهد نبذ الحرب وبقى هو المتحكم في العملاق المؤسس دلوقتي. وزيك بياخد إيرين في رحلة عبر المسارات علشان يوريه ذكريات أبوهم ويعرفوا إنه كان شخص سيء، ولكن زيك بيتفاجأ إن جريشا كان بيعامل إيرين معاملة كويسة وكان بيحبه وبيهتم بيه بشكل كبير جدا، على عكس المعاملة اللي كان بيعملها لزيك وهو طفل. وبيكتشف زيك إن إيرين كان هو المخطط لكل حاجة حصلت من بداية القصة بسبب قوة العملاق المهاجم والعملاق المؤسس. وبيفقد زيك السيطرة على زمام الأمور وبيخسر أمام مشيئة إيرين لتحقيق الحرية، واللي بيبدأ مباشرة في دك الأرض. الخلاصة إن زيك كان ضحية لطفولة مشوهة، والاضطهاد عاش فيه طول فترة طفولته ويمكن طول فترة حياته، والجحود والجفاء اللي كان بيلقاه من أبوه وأمه اللي كانوا شايفينه مجرد أداة لتدمير جيش مارلي. زيك كان شايف إن حياة الإلديين بتجلب عليهم تعاسة زيادة بسبب كل اللي عاشه وكل اللي شافه في حياته، وكان شايف إن لولا وجود الإلديين ما كانش هيتم إزهاق الكم الكبير ده من الأرواح، ما كانش هيبقى فيه اضطهاد وعنصرية من جميع العروق الأخرى على العرق الإلدي. وده اللي كان بيخلي زيك لما بيقتل حد من الإلديين ما يحسش بالذنب، لأنه كان ببساطة شايف إن هو بيخلصهم من المعاناة اللي هم عايشين فيها. وده بالظبط اللي قاله للقائد ليفاي قبل ما يفجروا وهم في الغابة، وده اللي كتير جدا من المشاهدين ما فهموهوش وأصدروا حكم على زيك إن هو شخصية سيئة لمجرد بس إن هو قتل إيروين سميث أو ميكي أو غيرهم من الإلديين. ولكن الحقيقة إن زيك ما يعرفش مين إيروين سميث ولا مين ميكي، هو بكل بساطة شايف إن دول إلديين والإلديين بيعانوا، والحل الوحيد لإيقاف معاناة الإلديين هي بوفاتهم واندثارهم. فقبل ما تصدر على شخصية زيك أي حكم حط نفسك مكانه وفكر فيها. أنا بصراحة شايف إن خطة زيك للقتل الرحيم كانت هي أسلم وأفضل حل لعلاج الاضطهاد اللي اتعرض ليه الشعب الإلدي على مدار 2000 سنة. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. عرفوني ايه رايكم تحت في الكومنتس، وعرفوني حابين نتكلم عن ايه المره الجايه. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو عجبك الفيديو، ويا ريت كمان لو تفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وبس كده، لو انت من محبين انمي جوجوتسو كايسن ممكن تتفرج على الفيديو ده، هيعجبك جدا. وبس كده، سلام.